بسم الله الرحمن الرحيم. في مباراة المغرب وهولندا للمرة الثانية الكرة الذكية تنقذ الموقف. شوف الدقيقة 34 تحقق صامت من غرفة الفار على احتمالية ركلة جزاء نتيجة لمس الكرة باليد على لاعب المغرب بوعدي. بنشوف هنا الحكم سامبي وبينتظر، ثم بتجيله المعلومة ان الكرة لم تصطدم باليد. وهنا قلنا ان هذه الكرة بيبقى فيها جهاز استشعار، هذا الجهاز بيرصد كل عناصر الحركة في اللاعبين ويرسلها مباشرة لغرفة الفار. هنا شفنا ان الذبذبات اللي راحت هنا اكدت ان الكرة لم تلمس يد اللاعب المغرب بوعدي، وبالتالي هنا ما كانش في ركله جزاء. عشان البعض اللي طلع الحاله بيقول ان هنا الايد خرجت وان الكره جت او ما جاتش، لا، هنا بنقول ان التكنولوجيا هنا بتحسم الموقف، وان الكره الذكيه النهارده غير اي كره بنلعب بيها في دوريات اخرى. تحياتي لكم في حالات تحكيميه اخرى، اترككم في رعايه الله.